الخير، معاكم أميرة عصمت. دي خريطة القاهرة الجديدة. تمام، احنا جايين النهارده نشرح اللوكيشن بتاع منطقة شمال الرحاب. خلينا نقول ده طريق السويس، ده طريق القطامية العين السخنة، وده طريق الدائري القديم، وده الدائري الأوسطي اللي بيفصل العاصمة الإدارية عن القاهرة الجديدة. عندي مدخل التسعين الشمالي، بندخل النفق نعدي على جنوب الأكاديمية والياسمين بنفس المستثمرين، مكملين لحد طريق السويس. وعندي التسعين الجنوبي بنعدي على شويفات، منطقة الأحياء، نرجس، عمارات. يعتبر المحورين دول أو التسعين الشمالي والجنوبي دول هم اللي قاسمين التجمع نصين. تمام كده؟ طيب خلينا نقول منطقة شمال الرحاب تعتبر من أميز اللوكيشن الموجودة في التجمع. اوكي؟ ايه سببها؟ ان كلها حوالين منطقه شمال الرحاب اصلا تعتبر منطقه صغيره جدا، مفيهاش تكدس سكاني، مفيش كثافه سكانيه، ارضي وثلاث ادوار، الدور على شقتين، يعني فتعتبر مفيش زحمه في المنطقه. تمام؟ اللوكيشن بيميزها عشان هي قربها من طريق السويس وقربها من مدينه الرحاب. دي كلها شمال الرحاب. دي بس يعني يمكن جواها خدمات مكبره حجم المنطقه. منطقه شمال الرحاب هي حروف تتقسم لحروف برضو. تمام؟ كل حرف من المنطقه دي ليه ميزه. اللي انا عايزه اقوله ان الكومباوند اللي بقى حوالين شمال الرحاب خلى يعني ايه الكاتيجوري بتاع المنطقه يعلى بطريقه سريعه جدا. اول حاجه انا عندي ده محور يوسف السباعي، وده من اهم المحاور الموجوده في التجمع. اوكي؟ عليه السوق الشرقي الجديد، بوابه 22 و24 الرحاب، مدينه الرحاب. فانا كده عندي شمال الرحاب بتبص على مدينه الرحاب، عشان كده هم سموها شمال الرحاب. لو فضلنا مكملين على يوسف السباعي هنلاقي ستيت بتاع صبور، هنلاقي سوان ليك بتاع حسن علام قدام شويه. عندي هنا فاميلي بار، عندي هنا فندق تيوليب، ده طريق السويس. كريك تاون من اكبر الكومباوند الموجوده دلوقتي، واخد من اول يعني من نص الطريق كده مكمل معانا لحد هنا. وبعدين النيل بوليفارد، ده معمول على تراث فرنسي. النهارده سعر المتر فيه وصل وعدى ال 55,000 في الغرفتين، فالرقم دلوقتي على من سعر المنطقه جدا جدا. كميه الخدمات اللي جوه شمال الرحاب مش هتخليك تطلع تروح الرحاب ولا السوق الشرقي ولا اي حاجه، بالعكس انت عندك هنا هتلاقي خدمات، مولات، نفس الكلام، مولات تجاريه وطبيه. عندك هنا مدرسه، في هنا تقريبا ميني كومباوند لحسن علام. منطقه خدمات هنا كبيره جدا بتفصل الشارع ده عن المنطقه. خليني اقول حاجه عشان ابقى برضه صريحه، الناس اللي بتتكلم وتقول لك اصل شمال الرحاب لازقه في مقابر خالص. اللي انا عايزه اقوله ان منطقه المقابر هنا بعيده خالص، وبيتعمل لها سور، وبعدين عندي شارع كبير، وبعدين رصيف يعني رصيف فاصل ما بينهم، وبعدين شارع تاني، وبعدين عندي منطقه خدمات كبيره جدا، وبعدين شمال الرحاب. فاوريدي انا ما عنديش قرب تماما من منطقه المقابر. خلينا نقول ان كل لوكيشن وليه سعر مترو وليه مميزاته. يعني اللي قريب من طريق السويس غير اللي قريب من يوسف السباعي. الاسعار هنا عدت وصلت 32 33 ألف. تمام؟ هنا وصلنا لمثلا ايه؟ من 28 ل 30 الحته دي كده. طب اللي يجي يقول لي انا عايز على يوسف السباعي، لا ده المنطقه دي جوه وبعيده. يا فندم جوه وبعيده فين؟ مفيش الكلام ده. ده انا اصلا لو نزلت اتمشيت على رجلي وسط الشوارع اللي هنا دي هطلع على السوق الشرقي، مش هاخد عربيتي. دقيقه ابقى عند طريق السويس، دقيقه ابقى عند السوق الشرقي. ده اللي انا عايزه اقوله. متقسمه لحروف. تمام كده؟ منطقه شمال الرحاب اتطرحت للعاملين بالخارج والباعت بتوكيلات، نفس كلام التجمع كله. تمام؟ بعد ما اتطرحت طبعا احنا عارفين احنا ما ينفعش نبني غير لما نستلم الارض. نستلم الارض ازاي؟ نستلم الارض مترفقه، داخلها ميه، صرف صحي، صرف امطار. شمال الرحاب لحد النهارده هي بتترفق. هل في اشغالات؟ هل في سكن دلوقتي؟ اكيد لا، لسه طبعا. في بعض من الشركات استلمت الاراضي والبعض التاني لسه ما استلمش. ده مش مشكله في الشركه، ده مشكله او مش مشكله اصلا، ده بتبقى حاجه في الترفيق بتاع الدوله. لسه كان نازل لنا شيء كده ان شمال الرحاب هتبدا تسليم، يعني التسليمات النهائيه على مدار سنه 24 كلها. ويخرجوا من شمال الرحاب بقى نرفق منطقه ثانيه، بس تبقى كامله بحيث ان اللي يطلع بعماره تبقى قايله للسكن. مجرد ما هتستلم هنا بعد 3 سنين هتشطب شقتك وهتسكت. يعني مش محتاج اقول لك ان كل الخدمات اللي حواليك تقريبا كل دول استلاماتهم 3 سنين، فانت زيك زيهم هتبقوا كلكم طالعين مع بعض. ده بالنسبه لمنطقه شمال الرحاب. زي ما قلنا الاسعار تتراوح من 26
26 ان جنرال في كل اللوكيشن، من 26 او 27 لحد 30 32. المقدمات من 25% توصل ل 48 شهر التقسيط او 60 شهر. تمام. وقلنا التسليمات 3 سنين.